في يوم الجمعة ل26 خلونا من شهر شوال سنة 56 و100 وألف من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صليت الجمعة في جامع الكوفة، وحضرها نادر شاه سلطان إيران وتركستان والهند والأفغان، وكان قد أمر برفع سب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفرض أن من سب الصحابة أو قال بخلاف التفضيل الذي يقول به أهل السنة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وعليه غضب نادر شاه، وماله ودمه وأولاده حلال له. وذلك كان بعد مؤتمر النجف الذي اتضح فيه الحق على علماء الشيعة مجموعين من أقطار الأرض، وظهرت الحجة عليهم، فخلعوا حينئذ وثابوا إلى الرشد والحق. التفضيل عند أهل السنة هو أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ولا يقدمون علي رضي الله عنه وعنهم على واحد من هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وعن علي وعن الصحابة أجمعين. فهذا التفضيل عقيدة عند أهل السنة، وأما عند الشيعة فالأمر مختلف جدا. هم يقدمون عليا على جميع الأصحاب مع السب والتكفير، ولا يستثنون إلا 5، يستثنون عليا والمقداد وسلمان وعمار بن ياسر، 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستثنونهم جانبا ويكفرون بقية الأصحاب. نحن أهل السنة لا نعتقد العصمة لأحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هم يدعون العصمة ل11 من الآئمة بعد أمير المؤمنين عليه، ولذا يقال لهم 12، لأنهم يدعون العصمة كالنبوة سواء بسواء لهؤلاء، ويكفرون الأصحاب إلا 5، ويتهمون أمهات المؤمنين بأنهن لم يكن زوجات وإنما كنا سراري وحشايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن القائم المهدي المنتظر إذا ما ذكر عندهم قالوا عجل الله فرجه، أنه سوف يستخرج عائشة من أجل أن يقيم عليها الحد، وكذلك يستخرج الشيخين من قبريهما. المهم أنه في ذلك المؤتمر ظهرت حجة أهل السنة وفرضها نادر شاه لرفع التكفير بين السنة والشيعة. ثم إنه قال للإمام السويدي رحمة الله عليه، وكان مقدما عند أحمد باشا في بغداد وقادما من عنده باستقدام نادر شاه له، كان السويدي رحمة الله عليه مقرر المؤتمر، وكان رحمة الله عليه القائم مقام نادر شاه في تقرير ما يصل إليه المؤتمر. فوصلوا إلى الآن: